اسمي محمد بشير زهدي. دمشق، جادة أحمد كرد علي في حي جسر الأبيض عام 1927. زوجتي اسمها سعاد، وأبي اسمه محمد زهدي، ولي أخوات المرحوم ياسين زهدي، ثم عندي أخوات بنات نازك وكوثر وسوريا. أيضا سوريا توفيت منذ مدة. أولادي هم هيثم صيدلي، وخالد طبيب، وأحمد أيضا طبيب أطفال، وآخر أولادي وهو منير درس الكمبيوتر. البنات عندي ليلى زهدي متزوجة وحاليا موجودة ببوردو في فرنسا، وندى موجودة في دمشق وتعمل في دائرة البحوث، ولينا روضة أطفال قرب المستشفى الإيطالي، ثم مدرسة عرنوس، ثم مدرسة هنانو، وأخيرا انتقلت إلى مدرسة التجارة وتخرجت مدرسة التجارة عام 1944. عينت معلما في مدرسة حلبون في العام الدراسي 1944-1945، وفي عام 1945-46 عينت في قرية فيرابوس على حدود لبنان، وأخيرا نقلت إلى مدرسة الشفيط الوادي قرب بسيمة وعين الفيجة عام الدراسي 1946-47. وأخيرا نقلت إلى مدرسة عبد الملك في حي القنوات، وكان الأساتذة المدراء محترمين جدا، أخص بالذكر الأستاذ شريف أقبيق والمرحوم جودة الخوام. نعم. ثم جرت مسابقة لإيفاد لفرنسا، فأنا نجحت في هذه المسابقة وسأفيدت إلى فرنسا لمدة 4 سنوات، ودرست في جامعة السوربون تاريخ الفن القديم، تاريخ الفن الوسيط، تاريخ الفن الحديث، وعلم الجمال. ثم في معهد اللوفر درست تاريخ الفن وعلم المتاحف وعلم الآثار الشرقية القديمة، أضف إلى ذلك مبادئ في اللغة العبرية. ثم درست أيضا بنفس الفترة في انستيتو دو هوزيتود معهد الدراسات العليا اللغة الآرامية، مبادئ أولية وفينيقية. كان الأساتذة دي بون سومير درسنا الآرامية، والأستاذ فيفرييه درسنا الفينيقية. ثم بعد ما حصلت على الشهادات المطلوبة عدت إلى دمشق، فعينت أمين متحف الآثار الكلاسيكية في المتحف الوطني بدمشق. وفي عام 1981 عينت أمين المتحف الوطني بكامله. نعم. ثم بنفس الوقت كنت أدرس في جامعة دمشق في كلية الآداب قسم التاريخ، وفي قسم الفلسفة علم الجمال. وأيضا درست في كلية الهندسة تاريخ العمارة في العصور الوسطى. وعندما تأسست كلية الفنون الجميلة درست في كلية الفنون الجميلة تاريخ الفن ويعني علم الجمال. وبعدما أحلت على التقاعد درست في حلب جامعة الخاصة للعلوم والفنون مدة 2 سنين، ودرست تاريخ الفن وأساطير وحضارات، حضارات وأساطير، وحاليا متقاعد.
بالواقع كل الأساتذة كانوا أفاضل الحقيقة. يعني فعلا أنا من الأشخاص الذين يحترمون الأساتذة. بالابتدائي كنت محظوظا بأستاذ فاضل اسمه كامل بنقسلي من دير الزور، أما هو كان مختص بالأشغال اليدوية، فلفت نظري موضوع الأشغال اليدوية والفن منذ الصف الأول ابتدائي، فبعتبر هذه ظاهرة هامة جدا. ثم الأستاذ أديب شاكوج شركسي كان أستاذ فاضل جدا. ثم الأستاذ أيضا أكرم العجي الذي أوفد لفرنسا ثم تخلى عن الإيفاد وصار يشتغل بالتجارة. فبالفعل نصوح الدقاق أيضا، كل الأساتذة كانوا أفاضل. ثم بلطفي الكيلاني كان مدير مدرسة التجارة أيضا له فضل كبير. بالواقع كنت محظوظ بأساتذة أفاضل الحقيقة. ثم بفرنسا الأستاذ شارل بيكار من كبار المختصين بالفن اليوناني. ثم الأستاذ بيير لافدان بتنظيم المدن، مختص بتنظيم المدن، كثير استفدت من هذا الأستاذ. ثم علم الجمال الأستاذ إتيان سوريو فعلا من كبار الشخصيات الجامعية يعني المختصين بعلم الجمال، وفعلا استفدت منه، ومنذ إذن أحببت علم الجمال وتابعت الموضوع بشكل جدي. دكتور عبد الحق سليم عبد الحق كان يعتبر شهاداتي أكثر من دكتوراه. كان يعتبر أنه أنا معي شهادة الحقوق ومع شهادة ليسانس في الآداب من جامعة السوربون، وعندي دبلوم معهد اللوفر. 3 شهادات هذول يعني بتعادل أكثر من دكتور. نلت شهادة الحقوق من جامعة دمشق عام 1951، ثم وفدت وحصلت على ليسانس في الآداب من جامعة السوربون عام 1954. وبنفس الوقت حصلت على دبلوم معهد اللوفر في باريس عام 1955. ثم عدت إلى دمشق بتشرين الأول عام 1955، وعينت أمين متحف الآثار الكلاسيكية. وبنفس الوقت كلفت بإلقاء محاضرات في جامعة دمشق، كلية الآداب، قسم التاريخ وقسم الفلسفي. في قسم التاريخ درست الشرق القديم والعصر الروماني، وبقسم الفلسفي درست تاريخ الفن وعلم الجمال. وعندما تأسست كلية الفنون الجميلة كلفت بتدريس تاريخ الفن وعلم الجمال بكلية الفنون الجميلة. وبعد إحالتي على التقاعد كلفت بتدريس مادة تاريخ الفن ومادة حضارات وأساطير في كلية خاصة في جامعة حلب، الجامعة الخاصة للعلوم والفنون. وبالفعل يعني أمضيت 2 في هذه الكلية. الآن متقاعد، ألقي محاضرات أحيانا، بعض المحاضرات، وأكتب بعض المقالات المتواضعة. الواقع أنه جمعية أصدقاء دمشق كرمتني وأدين لها يعني لهذه الجمعية. ثم وزارة الثقافة أيضا بمركز أدهم إسماعيل كرمتني وزارة الثقافة، وأيضا وزارة السياحة أيضا كرمتني، وأخيرا اتحاد كتاب العرب كرمني ومنحني شهادة تقدير. هناك وسام من سيادة الرئيس الراحل، وسام استحقاق من الدرجة الأولى، وأيضا وسام من الجمهورية الفرنسية بدرجة أوفيسيي ضابط، ووسام من الجمهورية الإيطالية بدرجة فارس شيفالية. نعم، 3 أوسمة. ألفت 18 كتاب وكتيب، يعني في بعض كتيبات صغيرة. نعم، لكن بالفعل عالجت مواضيع طريفة وظريفة، أهمها موضوع علم الجمال، جزئين، جزء أول جزء ثاني. ثم علم المتاحف، معلولة، رصافة، تاريخ الفن، حضارات وأساطير. الواقع هذه مواضيع يعني حضارتنا بشكل حضارة راقية جدا، بس في مواضيع جديدة. فالواقع إيفادي لفرنسا كان مفيدا جدا، واستطعت أن يعني أملأ الفراغ
الثقافي. الواقع أن المقالات التي نشرتها أدين بها إلى الدكتور سليم عادل عبد الحق، لأنني عندما عدت من فرنسا إلى بلادي وقابلته سألني: ما هو موضوع رسالتك في معهد اللوفر؟ قلت: موضوع Histoire de l'urbanisme en Syrie aux époques hellénistiques et romaines، تاريخ بناء وتنظيم المدن السورية في العصر الهلينستي والروماني. سر الدكتور المرحوم سليم عادل عبد الحق وطلب مني تلخيص هذا الموضوع في حوالي 15 صفحة، وبالفعل خلال يعني أسبوعين تقريبا أنهيت ما طلبوا مني وقدمت الدراسة إلى الأستاذ الدكتور سليم عادل عبد الحق ونشرت، فكان أول مقال ينشر لي. وقرأ هذا المقال الأستاذ مروان كرد علي وهنأني على هذا المقال القيم جدا، فشعرت بأهمية هذا الموضوع، ومنذ إذن يعني أخذت بنشر المقالات القيمة المختلفة، منها تنظيم المدن في العصر الهلينستي، تنظيم المدن في العصر الروماني، أيضا دمشق عاصمة الآراميين، فعلا أول دراسة من نوعها بشكل علمي يعني تنشر في مجلة الحوليات الأثرية. ثم اهتميت بموضوع الزجاج أيضا، وبشكل موضوع الزجاج علم الآثار للزجاج له أهمية كبيرة، لدرجة أن بلجيكا يعني مشهورة بالزجاج وعندنا متحف خاص بالزجاج. أيضا موضوع الميثولوجيا، اهتميت بموضوع الأساطير القديمة، واهتميت أيضا بموضوع النقود المعدنية، المرايا. يعني بالفعل نشرت بالحوليات تقريبا كل سنة
كل مقال ينشر في مجلة الحوليات الأثرية، ولهذا المقال مراجعه العلمية، ويعني حتى تاريخ الموسيقى عن طريق مجلة الحوليات الأثرية. من هون نستنتج أنه استطعت أن أقدم مجلة الحوليات عددا من المقالات القيمة اللي فعلا يعني بعض الزملاء شكروني عليها. حتى أنه أيضا هناك مجلات ثانية، مجلة المعرفة، مجلة مثلا نشرت فيها مجلة المتاحف، مقال عن المتاحف، مقال عن الصداقة، مقال عن الحب، إلى آخره من المواضيع الطريفة. أيضا في مجلة المعلم العربي أيضا نشرت عدد من البحوث خاصة أهمية علاقة المتحف بالتربية، وهذا موضوع طريف لأنه بالفعل الآن صار هناك يعني عدة مؤسسات تسهم في تربية الطفل، لذلك في نظريات تربوية تتعلق بتعليم الطفل والإفادة من المتاحف في مجال التربية. هناك التربية الجمالية أيضا لها أهمية كبيرة إلى آخره. حقيقة أضف إلى ذلك أن الندوات التي يعني أقيمت في دول أوروبا دعت عدد من الأشخاص، منها دعوني إلي. مثلا الزجاج في أقيم مؤتمر برافينا الإيطالية، وأيضا بروما، فيعني دعيت إلى حضور هذه المؤتمرات وألقيت بحث في هذا المؤتمر. ثم هناك بلاد عربية أيضا أقيمت مؤتمرات، منها مثلا دولة أبو ظبي، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية. فالمملكة الأردنية الهاشمية دعوني بمناسبة الأنباط، تاريخ الأنباط، فأنا ألقيت محاضرة عن النقود المعدنية النبطية المحفوظة في المتحف الوطني بدمشق. من هون كان يعني إسهامي بالنشر والدراسة يعني لا بأس به. بالواقع يعني أنا مولع بالرسم والتصوير الحقيقة، ومنذ كانت أمي تزين جيب الصدرية بعصفورين جانب بعضهما البعض، فلفت نظري الرسم هذا الجميل وربما تأثرت به. يعني الفن يعني ينبع مع الإنسان. فأيضا الأستاذ المنقسلي، كامل المنقسلي، الذي كان مختص بالأشغال وكان يرسم خريطة سوريا يعني بشكل رائع جدا يلفت النظر، فعندما كنا نمر أمام هذا الأستاذ وهو منهمك بالعمل كنت أتأثر بهذه الشخصية الكريمة الأستاذ كامل المنقسلي. وبعدين باللوفر أيضا هاللوحات كلها العظيمة عم تشوفها أنت تطلع عليها. أيضا يوم الأحد كنت أمضي بزيارة المتاحف وكلية الفنون الجميلة بفرنسا. كان لي أثر يعني، لكن ما كان لي مجال أنه مارس الرسم عمليا. بعد ما أتيت إلى سوريا صار لي مجال أنه مارس الرسم عمليا. اطلع الأستاذ مدير المركز الثقافي الفرنسي على هذه الرسوم، فوافق على إقامة معرض لها، ونشر دليل صغير من بضع صفحات عن هالمعرض هذا. وزار الأستاذ الدكتور عفيف هذا المعرض وكان مسؤول بهذا المعرض، والأستاذ ممدوح قشران زار المعرض، يعني عدة شخصيات، ولا سيما الكتالوج اللي نشروه يعني بيعطي فكرة عن هذا المعرض. ثم أيضا أقمت المعرض الثاني في مركز ثقافي الإسباني معهد سيرفانتيس، فعملت معرضين في هذا المعهد، معهد سيرفانتيس، وأيضا تلطفوا بنشر كتالوج صغير عن هذا المعرض وعندي نسخ منها. بس الشيء الطريف بقى لي هو أنه أحد أصدقائي التونسيين هديت رسم أحد رسومي، فأعجب بهذا الرسم واتخذوا غلاف كتابه عن الأندلسيات. فهذا يعطينا فكرة عن أهمية الرسم في توثيق العلاقات مع الآخرين، في يعني له وظائف كبيرة. الفن شغلة كبيرة، له أهمية كبيرة في حياة الإنسان وحياة المجتمع وعالم الإبداع والابتكار.
درست اللغة الفرنسية في دمشق وفي فرنسا. نعم. وباعتبار يعني دراستي كلها بفرنسا، لذلك يعني كانت ضرورية جدا. ولا أخفي عنك أنني لا وجدت في بداية الأمر بعض الصعوبة، ولكن استطعت أنه تابع ويعني بشكل أنه أدرس يعني دراسة جيدة. ثم درست اللغة الإنجليزية في دمشق أيضا كلغة ثانية كانت. ثم أيضا اللغة الإسبانية درست بالمعهد سيرفانتيس اللغة الإسبانية 4 سنوات بفصول مختلفة. ثم درست أيضا اللغة الألمانية في معهد جوتي. بعدين في صديق لي كان اسمه محمد التقي، كان مرشح أنه يسافر لروسيا، فما كان بهذيك الفترة كتب روسية تعليم الروسية، فكان يجيب كتاب باللغة الفرنسية لتعليم الروسية. فكنت أنا أدرس النص الفرنسي وأشرح له اللغة الروسية، فكمان يعني استفدت بضعة عبارات من اللغة الروسية. نعم. بس في شيء مهم بقى للغات القديمة كمان، يعني طلبوا منا يعني بعض الاطلاعات على اللغات القديمة، ولا سيما اللغة السريانية الآرامية واللغة الفينيقية. يعني ليس التعمق باللغات، لا، بل أقل شيء تعرف الحروف. نعم، هذا هو. نعم. فهي درست في معهد الدراسات العليا. بعدما درست في روضة الأطفال نقلت إلى مدرسة اسمها مدرسة عرنوس. عندما كنت طفلا كنت كثير التساؤلات، فسألت الأستاذ المناوب بالباحة الأستاذ حافظ إنه مدرسة عرنوس لماذا سموها مدرسة عرنوس؟ ابتسم ابتسامة ساخرة وقال عرنوس درة. فالطفل بقى بريء، قلت معقول إنه يسموا مدرسة باسم عرنوس درة أو عرنيس درة، أو ربما يكون في حقل، يعني حقل درة. ما اقتنعت. بعد يوم يومين شفت الأستاذ شكري رحمه الله، فسألته نفس السؤال. أعجب بسؤالي وربت على كتفي وقال لي يا ابني هذا عرنوس كان بطلا من الأبطال. ما في شك أنه حل لي مشكلة المعنى، لكن خلق لي مشكلة جديدة، من هو هذا البطل؟ ولا أخفي عنكم أنه بقيت سنوات وسنوات أبحث عن هذا البطل، حتى عثرت في الأخير عن قصة حياة هذا البطل في كتاب الظاهر ببرس. أنه الحروب الصليبية دامت حوالي قرنين من الزمن، ويعني كانت حروب دامية حقيقة وفيها ضحايا كثيرون. والفرنجة احتلوا أنطاكي وإيديسا، ثم وصلوا إلى طرابلس الشام ولم يتمكنوا من فتحها، فحصروا المدينة واتجهوا إلى القدس واحتلوا القدس، ثم عادوا واحتلوا طرابلس الشام. وأخيرا صاروا يقومون بحملات عدوانية للداخل، ينهبون يقتلون، يعني كل أنواع الجرائم كانوا يرتكبونها. وفي مرة من المرات وحملة من الحملات العدوانية سقطت، هزم الحملة كانت فاشلة، وسقطت بنت أمير طرابلس الصليبي أسيرة بيد العرب. ف يعني كانت حائرة وتتوقع أسوأ التوقعات، لأنه كانت ترى ما يقوم به يعني شعبها وجماعتها وأنصارها ضد العرب المسلمين. ولكن وجدت أن هناك أمير اسمه عبد الكريم أبو السباع أمير القلاع، كان محترما جدا وكان يقدم لها كل ما يعني ترغب فيه، وأخيرا تزوجته. وفي ليلة من الليالي والحديث بين الزوجين والمودة بين الزوجين أخبرته عن شوقها إلى رؤية أهلها، فطلب من رجاله إيصال زوجته إلى أقرب نقطة فرنجية. أهلها عندما شاهدوها يعني الواقع كانوا لا يعرفون شيء عن مصيرها، لكن الشيء اللي دهشوا منه هو أن ابنتهم تزوجت رجلا مسلما، وهذه شغلة كبيرة كانت بالنسبة لتلك الفترة.
والأغرب من هيك أنها تريد أن تعود إلى زوجها، فوضعت المشكلة هي، عالجوها ووجدوا أنه لابد من يعني نفي هذه الزوجة من سوريا إلى إحدى الجزر اليونانية، وهناك وضعت مولودا ألتقت عليه اسم فرنسي أرنوس، ARNUS، أرنوس، اسم فرنسي هذا معروف بذيك الفترة. نعم. ثم الطفل كبر وأمه ماتت والحروب الصليبية مستمرة. عندما صار بسن 11 أو 12 سنة أوفد إلى سوريا لمتابعة القتال ضد العرب، وتشاء الصدف أن نلتقي الأب الشيخ عبد الكريم أبو السباع مقابل ابنه. عندما الأب شاهد الأيقونة تزين صدر هذا الشاب عرنوس تذكر زوجته، والتعارف هذا جعل يعني العبارات لا يعني تعجز عن التعبير عن تلك المشاعر. فبيقولوا الحليب بحن، وفعلا الحليب بحن. فانضم الشاب عرنوس إلى قوات أبيه مع عدد من رجاله، بينما الأشخاص الآخرون يعني عادوا إلى قادتهم فاشلين. وأخيرا يبدو الأب كان في حلب، وهناك لهما معارك مختلفة، فاستشهد الأب في مكان قرب باب أنطاكيا في حلب. وهذا الموت وهذا الاستشهاد أثار في نفس عرنوس هذا الشعور ضد الحرب، إنه ما شو نهاية الحروب غير الدمار والخراب. لذلك يعني تألم وأتى إلى دمشق وأقام في دمشق، وعندما توفي دفن في مكان اسمه عرنوس. وكان العمال المتجهين من يعني دمشق إلى الصالحية، حي الصالحية، يمرون قرب هذا الضريح، ضريح عرنوس، ويقرؤون الفاتحة. وعندما نظمت البلدية المنطقة زال الضريح، والآن لا يعرف أحد مكان تماما عرنوس، ولكن الجمهور ما زال يطلق على هذا المكان اسم عرنوس، ورغم أنه البلدية ذكرت أسماء عديدة، مثلا عدة أسماء، ولكن بقي اسم عرنوس أصيلا ومعروفا ومشهورا أكثر من أي اسم آخر. الحياة كفاح الحياة، وكل إنسان طموح بالحياة، ما في إنسان غير طموح بالحياة، ولكن لكل شيء ثمن، والطموح بده ثمن هو العمل. لذلك يعني الإنسان الذي يعمل هو الإنسان اللي يصل إلى ثمرة عمله. نعم. والحقيقة كمان موضوع السعادة، العبرة مو إنه واحد يعيش ياكل يشرب، المهم إنه يكون إنسان سعيد. ومثل ما قلت لك قبل شوي إنه في طرق تؤدي للسعادة، طرق تؤدي للسعادة: التعاون مع الآخرين، العمل الناجح. دائما العمل الناجح بجعل الإنسان سعيد، يحيا حياة سعيدة. الزوجة، الأسرة السعيدة بتجعل كمان الزوج والأفراد يعني سعداء بشكل عام. يعني تشعر إنه السعادة، حكيت عن شخص إنه السعادة ليست عبارة عن بضاعة تباع في سوق الماركت، وإنما السعادة عبارة عن الأفكار التي في عقلنا، الأفكار السعيدة التي في أذهاننا، هي السعادة. لذلك يعني الأشخاص اللي متشائمين كثير غلطانين. الحياة سعيدة، مو كل إنسان يعني بده يبدل الحياة. الحياة شيء مقدس الحقيقة، هدف الحياة هي السعادة. بعض الأشخاص يعني بيقول لك مثل ما قلت لك يعني ينكرون وجود السعادة، بينما السعادة موجودة، ولكن في طرق تؤدي للسعادة. أهم شيء العمل. العمل الناجح أستاذ بحقق السعادة. الإنسان الناجح، أنا ما كنت يعني عم أنجح في هيك بمقالات وبحوثي، كنت في قمة السعادة حقيقة. ما كان في إنسان يعني عندما ألتقي بأصدقائي كنت أشعر أني بقمة السعادة.
لما ألتقي بأصدقائي بحفلات ومناسبات سعيدة كنت أشعر أنه فعلا في قمة السعادة، دليل أنه السعادة موجودة، ولكن يعني في طرق تؤدي للسعادة. لحظة نفرح في لحظة، نحزن في لحظة، والعمر كله لحظة مرة، وساعات بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا؟ مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق، فرحة لقاء، صعبة الحياة وهينة، قاسية وساعات حنينة. لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق، فرحة لقاء، صعبة الحياة وهينة، قاسية وساعات حنينة. الحاجات الحلوة حواليك عدها، وكل لحظة فرحة عيشها وحسها، ولربنا سلم أمورك كلها، ده هو عنده المبتدأ والمنتهى. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا؟ مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق، فرحة لقاء، صعبة الحياة وهينة، قاسية وساعات حنينة. لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق، فرحة لقاء،